مرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم غادي نفتحوا ملف ماشي عادي، ملف هز الرأي العام وخلف صدمة كبيرة عند الناس اللي عندهم ذرة ديال الضمير. الحقيقة ديال اليوم ماشي غير حادثة سير ولا واقعة عابرة، حنا قدام معطيات صادمة ومستجدات كتقلب موازين القوى في هذه القضية ديال اليوم. بطبيعة الحال هي قضية الحادثة ديال سامية بنت نجاة عتابو. ملي كنهضروا على أرواح مشات وناس طايحين في الغيبوبة ومستقبل عائلات تشتتات، فمن المفروض يكون الصمت والوقار هما سيد الموقف، ولكن المعطيات اللي بين يدينا اليوم كتقول العكس تماما. كيفاش يمكن الحفل انه يدار في ظل هذه الظروف، وكيفاش يمكن للبعض انه يختار النشاط على حساب وجع عائلات محطمة. خليكم معايا، كاين تفاصيل غتفضح المستور. خلونا نبداو بالحقائق. القضيه كتمحور حول شابه قاصره في العمر ديال 16 عام، كانت يلاه كتحلم بالنجاح في البكالوريا، ولكنها اليوم اصبحت خبرا في ذمه الله. ايضا العائله ديال الشاب الاخر اللي كان هو ضحيه ديال هذه الفاجعه، هادو ماشي ناس عاديين، هادو عائله كتعيش كابوس حقيقي. الدري اللي سقط ضحيه راه حالته خطيره وكاين في غيبوبه تامه، يعني كوما اخواني اخواتي فاقد للوعي تماما. خوه اللي تواصلنا معاه اكد لنا بالدليل ان الحاله ديالو ميؤوس منها، الوجه مهشم، الاسنان والفك العلوي تضرروا بشكل بليغ نتيجه الارتطام. هذيك ماشي مجرد طيحه عاديه، هذيك مأساة حقيقية خلته بين الحياة والموت. كيف ما كنقولوا رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، والله يشوف من حاله. دابا خليونا اخواني اخواتي ننتقلوا للموضوع المهم. دابا ننتقلوا للحفل اللي بغيت نوضح لكم ان داك الشيء اللي شفنا ماشي مهرجان عالمي ولا تظاهره كبرى، هو مجرد كالة منظمة بواحد الشكل بسيط. المشكل ماشي في التنظيم، المشكل في الأخلاق. الناس بمجرد ما وقعت الحادثة الأليمة تضامنا مع العائلة، ما قطعوش الحفل فحسب، بل انسحبوا كليا، والنتيجة قاعة خاوية باش تغطي هذا الفراغ. المنظمين لجؤوا لبعض المؤثرين في التيك توك باش يجيو ويعمروا لهم الكراسي ويديروا اللايفات، وهذا الشيء اللي وقع فعلا. ولكن حقيقة الأمر أنه حتى الجمهور قاطع الحفلة ديال نجاة اعتابوا. هذه هي المصيبة والطامة الكبرى. الطاولات الأولين عامرين بهاد الناس ديال التيك توك والمؤثرين كيصوروا ويشطحوا في مشهد كيخلي أي إنسان يتساءل واش الفن رسالة ولا مجرد وسيلة للربح المادي مهما كان الثمن. بقاو مصممين باش أن الحفل يتم في ظروف عاديه، ولكن تبارك الله على الناس اللي جاو ديال الجاليه اللي ما حضروش في الحفل ديال نجاة عتابو في بلجيكا. غادي تسولوني واش كان ممكن تاجيل الحفل؟ الجواب القانوني والانساني هو نعم. في كل العقود الفنيه كاين بند ديال القوه القاهره اللي كيحمي الفنان في حال وقع شي ظرف خارج الاراده ديالو، بحال المرض او الوفاه او الحوادث. الفنانين الكبار كيعرفوا هذا البند. مؤخرا شفنا فنانه اعتذرت على الحفل في ايطاليا بسبب المرض ديالها. هذا الشيء في القانون بطبيعة الحال ومقبول، ولكن في هذه الحالة الإصرار على استمرار الحفل رغم الحزن اللي خيم على المدينة كيخلينا نطرحوا علامات استفهام كبرى حول الجانب الإنساني لهذه الفنانة. كيفاش ممكن تبدعي وتشطحي وتغني وعائلة مضرورة فاقدة الابناء ديالها وفي حاله صعيبه بزاف، وكاين روح مشات ودري صار على الموت. الفن اخلاق قبل كل شيء. اخواني اخواتي، هذه القضيه ماشي غير مجرد فيديو ولا خبر ديال تيك توك، هذه قضيه ديال مبادئ. العائله اليوم كتمر بظروف ماديه ونفسيه صعيبه، والناس اللي كيقولوا هذه بنت الفشوش ولا عندها محاميين كبار وكيغفلوا ان الدنيا دواره. اليوم هما غدا يقدر يكون واحد اخر. القضيه ديال بنتها غادي تاخذ مجرى قانوني، ولكن التاريخ كيسجل المواقف بطبيعه الحال. السؤال اللي غنخلي لكم، واش الفلوس والمصلحه الشخصيه اهم من الانسانيه؟ شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.